والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. نعزيكم استشهاد السيدة الزهراء سلام الله عليها. وبالنسبة للوصية السيدة الزهراء، أول كل شخص قبل لا يموت أو يستشهد لازم، أو بعض الأحيان العلماء يقولون واجب خلي وصية. السيدة الزهراء سلام الله عليها خلت وصية، وهسه احنا نشوف مثلا وصيتها موافقة لمن؟ لكتاب الله. نقرأ على مسامعكم الشريفة آية مباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد وصية يوصين بها أو دين. شوفوا يا إخوان، الوصية على نوعين. أما تكون مادية، الإنسان يوصي بالورث أو يوصي بالتجارة أو يوصي بأشياء ترتبط بالمادة. وأما تكون الوصية لا مو مادية، معنوية. شلون يعني مثل أضرب لكم مثال، مثل صفوان صديق الإمام الصادق عليه السلام. هذا صفوان يشوفونه يصلي صلاة الظهر أو صلاة الصبح أو يصوم أو مثلا يتصدق كله 3 نوبات. أكثر الناس عجبت بيه، قالوا هذا ليش كله يطبق 3 نوبات؟ سألوه قالوا له تفكر مثلا صلاتك بيها مشكلة والنوبة تعودها؟ أكثر الناس صار عندها سؤال، فسألوه قال لهم لا، هاي إلها فد قضية، إلها فد قصة قالوا له وما هي؟ قالهم القصة كلها أنا وأصدقائي عندي 3، أنا ثالثهم. رحنا المكة المكرمة للحج، وغادي قسمنا يا هو اللي يموت، وصينا واحد وصى الثاني، يا هو اللي يموت قدام فيسوي أعمال صالحة أو أعمال خيرية للإنسان المتوفي حتى توصله. فأصدقاء صالحين إحنا وحطينا بيناتنا هذا الغول، هذا العهد. وأنا صدقان 2 توفوا وأنا ظليت، فأنا من أصلي صلاتي أيضا أصلي لهم صلاة إلهم، صلاتي وصلاتهم تصير 3 نوبات. من أريد أصلي، ومن أريد أن أصوم هم 3 نوبات أصوم. من أريد أن أصوم شهر لا أصوم 3 أشهر. لو من أريد أن مثلا أتصدق، أنا أتصدق لنفسي وأيضا أتصدق لهم. هاي كل القصة. فالوصية يا إخوان على نوعين، عندنا مادية ومعنوية. هذا القسم الثاني مثل قصة صفوان، هذا قلت لكم بيه هذا قصة معنوية أو وصية معنوية. زين. أو مثلا عندنا مثل وصية النبي. إيش قال؟ ائتوني بقلم وقرطاس، الذي من المؤسف ما حد ياباله، الذي كلكم تدرون بهاي القصة راد يوصي ولاية أمير المؤمنين، ولو هو سابقا هم موصي بيوم الغدير وما شابه ذلك، قضايا كثيرة. فمن على وسادة الموت راد يوصي، فهذول الملعونين ما يابوا له قلم وقرطاس حتى يوصي بولاية أمير المؤمنين. فالوصية قبل الموت قلت لكم بعض العلماء موجبينها، يقولون واجب الإنسان يوصي. زين. 2 أشياء، وصية بمن؟ وصية توصي بأي شيء هسه. والشيء الثاني الدين، إذا عندك دين، إذا عندك دين أو شيء تقول لهم يابا أنا مطلوب. زين. على وسادة الموت تقول لهم يابا أنا مطلوب لفلان فلتان وفوني، أو تكتبها مثلا. كل إنسان يقولون لازم يكتب وصيته. فالسيدة الزهراء سلام الله عليها أيضا أتها وصية. وما هي وصيتها؟ زين. وصيتها تقول إنه قد
نعيت لي نفسي وأنني لا أرى ما بي. يقول ما أدري إيش خيرني، توصف أمير المؤمنين، إلا أنني لاحقت بأبي ساعة بعد ساعة. تقول لأمير المؤمنين أنا كأني قاعد أحس بالموت ساعة من بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي. قال الإمام علي عليه السلام أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله، يا بنت رسول الله. يقول لها وصيني، إيش ما تحبين؟ زين وصيني. تقول له أوصيك أن لا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني. يقول أكو هذول الظلموني أو زعوا الباب علي وكسروا ضلعي وسقطوا الجنين محسن عليه السلام من بطني، فهذولي لا يشاهدون جنازتي. زين، فإنهم عدوي وعدو رسول الله، ولا تترك أن يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم. زين، تقول لهم لا تخلي واحد زين يصلي علي، لا من عندهم ولا من أتباعهم. وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأنصار. زين، تقول له بالليل ادفني إذا العيون هودت ونامت والأنصار كلها نامت، تفني بالليل. حتى ليش؟ حتى أعود لحد يدري بي. زين، إذا غضيت حنطني، إذا غضيت حنطني وقسني وكفني ولا تكشف عني، فإني طاهرة مطهرة. زين، كلكم بعضكم يعلمون أو بعضكم لا يعلمون الحنوط ستجفن الغسل الميت، كنا أكثرنا ندري به، بس الحنوط أكثرهم ما يدرون به. شنو الحنوط؟ الحنوط احنا عندنا احنا المساجد السبعة، عندنا المساجد السبعة. المساجد السبعة في الصلاة هذا لازم يكونن على الأرض، الجبهة والكفين والركبتين والإصبعين، الأصابع الكبار مالت الرجلين. هذني المساجد السبعة لازم بالصلاة. ليش يقولوا له المساجد السبعة العلماء؟ لأن بالصلاة أنت من تسجد هذن كلهن لازم تخليهن على الأرض. زين، وإذا واحدة من عندهن ما تخليها عمدا على الأرض في صلاتك باطلة. زين، فقضيتنا على على الحنوط. الحنوط الكافور أنت تجيب الإنسان، كل إنسان من يموت زين فيقولون مستحب مؤكد، أو بعض العلماء يقولون لا واجب. زين، فتحنط الإنسان إذا يموت، الجبهة مالته قلت لك والكفين والركبتين والإصبعين هذا بكافور، وتدهنهن بكافور، هذا مستحب. زين، فقلت لك هاي الوصية مالت من؟ مالت السيدة الزهراء، هاي الوصية الأولى الذي وصت أمير المؤمنين عليه السلام. زين، الوصية الثانية للسيدة الزهراء شنو هي؟ قالت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. زين، قالت هاي بالنسبة تأشر عليه من السيدة الزهراء سلام الله عليها، تأشر على التوحيد. زين، تأشر على التوحيد بالنسبة لله سبحانه وتعالى. وأيضا الآية المباركة تثبت كلام السيدة الزهراء. الآية المباركة شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شهد الله إنه لا إله إلا هو، سورة آل عمران آية 18. مثل ما قالت السيدة الزهراء، فالآية هم تثبت كلام السيدة. زين، هذا الأول. الوصية الثانية القسم الأول. الثانية شنو هي؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شنو هذا يعني؟
يعني قاعدة يبغون احنا قاعدة تتشاهد أو تراوي الناس بأنه نبينا هو محمد. زين. الثالث شنو هي؟ الثالث إن الساعة آتية لا ريب فيها. نعم، يوم القيامة عم تقول جاية لا شك بيها ولا ريب. الريب يعني الشك. زين. والساعة أكثر العلماء يقولون الساعة هي يعني يوم القيامة. والقسم الرابع وأن الله يبعث من في القبور. زين. أم أكمل الموتين هسه الله يبعثهم يمتى؟ يوم القيامة. فسلام الله على سيدتي ومولاتي السيدة الزهراء عليها السلام. ونطلب من الإخوان لا ينسون هذه الأيام المباركة الدعاء. وإلى هنا وننتهي. فحبيت أذكركم لأن هاي الأيام مباركة، ولازم لازم الإنسان يشتد بهذه الأيام ويحضر المجالس. فأكثر الإخوة يسألون هاي المجالس من نسمع غنى حرام لو حلال؟ يا إخوان، أولا الغناء في جميع الأيام حرام، يعني مو مختص بهاي الأيام، يعني شيء أيام السيدة الزهراء سلام الله عليها، لا، في جميع الأيام الغناء حرام. يعني الصار هسه سمعته والصار لا تخلي الشهادة تنتهي وتسمع، لا حبيبي، كل وقت هو الغناء حرام ما يجوز. واردة عندنا آيات وروايات عليه. فبالنسبة للغناء حرام. أو بالنسبة بعض الإخوان يقولون الزواج شلون؟ الزواج الأحسن لا يصير هذه الأيام، الأحسن الإنسان شوي يصبر، ولكن ماكو مشكلة إذا الإنسان في هاي الأيام تزوج، هيك إشكال ماكو، لا حرام ولا شيء. فأيضا الإنسان ماكو مشكلة إذا حب يتزوج بهاي الأيام، ماكو مشكلة. وأكو أعمال الإخوان يقول نسويها مثلا طلعة ما طلعة ما أدري شنو هي ونسى قاعدة، لا حبيبي، السفر هم عندنا واردات عليه روايات، ماكو إشكال، اطلع وتونس بس مو يعني بذيك الصورة الذي مثلا شلون أقول لك يعني دبقوا وتخلون غنى وهذا الشيء، لا حبيبي، شوي يعني راعوا، شوي مراعاة تصير. هذه الأيام بالواقع مباركة، ونسأل من الله أن يجعل عواقب أمورنا خيرا. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.